السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة اقتصادية جدا للعشاء. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا بينا نشوف مقادير الوصفة مع بعض. أنا جبت هستخدم هنا نص كيلو من الدقيق، أي نوع دقيق بقى أنت بتستخدميه. هتاخدي منه 4 كوبايات. ال4 كوبايات دول هيعملوا نص كيلو. ونخلتهم. اي معجنات، اي مخبوزات بنعملها بندخل الدقيق الاول. واللي معايا في القناه عارف ان انا بعمل اي حاجه فيها دقيق لازم ادخل الدقيق الاول. بحط بعد كده معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره خالص ممسوحه من الملح، ومعلقه كبيره من السكر. ليه حطيت معلقه كبيره من السكر؟ السكر هيديله حلاوه كده وهيديله كمان لون. بعد كده حطيت الميه جنب مني، بس كده هي دي الاضافات: دقيق ورشه من الملح وشويه من السكر. حطيت بقى الميه جنب مني كده، فضلت ان انا ازود الميه بشويه بشويه لحد ما العجينه تلم معايا. بس العجينه بتاعت الفطير دي لازم تعجنيها كويس جدا. دي عجينه فطير الطاسه. انا هعمل فطاير، بس مش هعمل الفطاير في الفرن، هعملها في الطاسه على عين البوتاجاز من فوق. علشان الحر اللي احنا فيه ده، وعشان كمان احنا عايزين نغير في الفطار وفي العشاء، لان الناس في الحر ده بصراحه ما بيبقاش لها نفس للاكل قوي. فاحنا لازم نغير كده في وجبات الفطار والعشاء. المهم ان انا هفضل اضيف الميه شويه بشويه على العجينه. طب لو حسيتي العجينه طريه معاكي وما بتلمش، ممكن تضيفي لها معلقه دقيق واحده بس لحد ما تلم معاكي. تضيفي معلقه بمعلقه كده لحد ما العجينه تتظبط معاكي، لان مفيش مقدار معين للميه، لان الدقيق كله انواعه مش زي بعض. بس كده بعد ما خلاص لمت معايا، ادتني عجينه تكون طريه مش ناشفه بقى عشان اعرف افردها، لا انا عايزه عجينه طريه عشان تتفرد معايا بسهوله. تكون ما بتلزقش. بدأت كده اقسمها على كورتين وسبتها ترتاح. الخطوة دي مهمة جدا، لازم تسيبيها ترتاح حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. كل ما سبتيها وقت اطول كل ما هتفرد معاكي اسهل. خدت الكوره الاولانيه ورشيت رشه بس من الدقيق بسيطه خالص، ما تكتريش علشان العجينه مش عايزاها ناشفه، انا عايزاها تفضل طريه كده معايا. وبدات كده ان انا افردها بنشابه مستطيل كبير جدا، يعني افردي على قد ما تقدري. كده فردتها كده على المفرش السيليكون بتاعي على قد ما اقدر ان انا افردها. انا عايزه السمك بتاعها يكون ارق حاجه ممكن توصلها العجينه. حتى لو حسيتِ إن هي اتخرمت منِّك خرم والّا حاجة، ما فيهاش أي مشكلة خالص. هي ممكن تتخرم منِّك وأنتِ بتفرديها، لإن أنتِ هتعمليها سمك رقيق خالص. بعد كده بقى كنت محضّرة زبدة، بس بتكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش في التلاجة، هي هتكون طرية كده بس مش سايحة أوي. طبعًا هي هتطرى لو أنتِ طلعتيها من التلاجة، هتطرى على طول في الحر اللي إحنا فيه ده. وبدأت إن أنا أفردها بإيدي كده، لأ مش هاستخدم أي فرش، لأ بإيدِك كده بتفرديها على العجينة كويس جدًا. لحد ما العجينه كلها تبقى كلها مدهونه بالزبده. بعد كده هبدا ان انا الفها رول زي ما حضراتكم شايفين كده بالراحه. ابدا ان انا الف العجينه، طبعا العجينه في ايدي طريه جدا بس ما بتلزقش، يعني هي بتتلف معايا بس مش لازقه في المفرش ولا حاجه. وبعد ما لفيتها رول كده بالشكل ده، بدات بقى ان انا اقسمها. هتقسميها بقى لايه؟ لاربع اجزاء، لاربع وحدات. طب 4 وحدات مش كتير، انا هعمل الفطاير يكون حجمها صغير مش حجمها مش كبير. خدت كل واحده كده وبدات ان انا الفها، اقفلها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، والفها كلها مع بعضها كده واعملها كوره. والتقفيله دي بخليها من تحت بس كده، وبشيلها بقى في طبق كده على جنب. جبت بعد كده الكوره التانية وبدات برضو افردها مستطيل. وبرضو نفس اللي عملته في الاولانيه، هفرد وشها كله بالزبده وبعدين ابدا ان انا اعملها رول. الفها بعد ما احط عليها الزبده كويس جدا، هبدا ان انا اعملها رول واقسمها. طب انا ممكن التقسيمات دي ممكن انت تغيريها، يعني انا قسمتها على 4 الكره الواحده، انت ممكن تقسمي الكره الواحده على 2. ممكن تعمليها على 3 زي ما انت عايزه. ده هيطلع لك بقى الكور دي، هتطلع لك حجم الفطيره معاكي. انا كنت عايزه الفطيره زي ما قلت لكم تكون مش كبيره، تكون صغيره. انا كنت الاول بعمل الفطير ده وبعمله بالسمنه، اول مره اعمله بالزبده، ولقيته ان هو بالزبده طعمه احلى من السمنه بكتير بصراحه. هي فطاير سريعه كده، يعني انا كنت بعمله ادهنه بالسمنه نفس الطريقه دي ونفس المقادير، بس بدل الزبده سمنه. انا لقيت مع تجربتي لقيت ان الزبده احلى من السمنه بكتير في الطعم في فطير الطاسه ده. هنا خلاص بقى كنت خلصت الكمية كلها، طلعت معايا 8. خدت كل واحدة وبدأت ان انا افردها كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده كده بالنشابة، عبارة عن دايرة بس كده. هو ده اللي انت هتعمليه. هتيجي بقى على الطاسة على البوتاجاز، تكوني مسخناها بس مش يعني على نار كده هادية خالص، وتبدأي ان انت تدهنيها بالزبدة.
ليه بقول نار هاديه؟ لان انت هتدهني زبده، فالزبده لو على نار عاليه ممكن تتحرق معاكي وهتدي لون مش حلو. لا انا عايزه لونها زي ما هو اللون الاصفر ده، فهبدا ان انا اشتغل على نار هاديه. بس بعد ما حطيت الفطيره ادهن برضو من فوق برضو بالزبده تاني، ولازم اغطيها، لان التغطيه دي هو البخار اللي جوه ده هو اللي هيسوي الفطيره معايا، لان طبعا انا عاملاها على البوتاجاز من فوق، لازم اغطيها. انا فتحت طبعا الغطا لقيتها بدات تتشمع كده، بدات تاخد لون معايا كده، قلبتها. طبعا انا بفضل اقلب فيها شمال ويمين لحد ما تبدا ايه، تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. حتى بتحسوا ان هي تبدا تقب كده معاكي، تبدا تتنفخ كده سنه، لان البخار بيخش جواها بيسويها من جوه. تفضلي بقى تقلبي فيها زي ما انت عايزه لحد ما تديكي اللون اللي انت عايزاه وتطلعيها. بس لما تطلعيها لازم تغطيها. يعني انا هغطيها دلوقتي، انا هنا كنت مشغوله ان انا احط الفطيره التانية، لان انا كنت مشغله البوتاجاز، وزي ما قلت لكم انا مش عايزه لون الزبده يتغير معايا. خلي بالك من الخطوه دي كويس جدا، حتى لو انت اضطريتي انك تحطي الفطيره في الطاسه وهي ما تكونش على النار اصلا، تاني مره وتالت مره لحد ما تخلصي الكمية، علشان ما تتحرقش منك او تدي لون الزبدة مش حلو يأثر معاكي على لون العجينة. انا عايزة الفطير كله يطلع لونه ذهبي كده. طبعا انت بتتحكمي في اللون زي ما انت عايزة، يعني عايزاها اغمق من كده شوية هنسيبها على البوتاجاز اكتر شوية. شايفين بقى شكلها حلو ازاي؟ هنا كنت بوريها لكم ان هي بدأت تنفخ كده معايا على البوتاجاز. بس هنا كنت خلاص خلصت كل الكميه، بس كانت الفطيره سخنه، وكنت عايزه اوريها لكم واوريكم التسويه بتاعتها من جوه وهي مورقه ازاي، شايفين من جوه. بس هي كانت سخنه فانا مش عارفه امسكها ان انا افتحها خالص. بس عايزه اقول لكم ان هي طعمها في منتهى الجمال، وفطاير مش مكلفه خالص وسهله وسريعه. انا عملت 8 وحدات اللي قدام حضراتكم دول، بنص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق ده تكلفته 10 جنيه، والزبده موجوده عندنا في البيت ومفيش اي تكلفه خالص في الموضوع. اتمنى ان الوصفه دي تكون عجبتكم. طبعا الوصفه دي انا ممكن تحطي معاها جبنه، ممكن تحطي معاها عسل وطحينه زي ما انت عايزه بقى، بتتاكل بعسل ابيض، عسل زي ما قلت لكم عسل اسود بالطحينه. احنا كده عملنا الفطير، واللي عايز ياكل بالحلو ياكل، واللي عايز ياكل بالحادق ياكل. بس كده دي كانت الوصفة الاقتصادية اللي حبيت ان انا اشاركها معاكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. وبحب اقول لكل الامارات اللي اول مرة بيشوفوا قناتي، لو عجبك الفيديو اتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.